الرحيم. مساكم الله بالخير جميع. أنا بجاوبك على الجزئية الأخيرة، أنه ليش قبلت هالأمسية بالذات. أولا لأنها في صرح مثل صرح اليمامة، لأنه اللي معي شعراء واحد منهم مع أنه تبرى يقول هذا مو بولدي، لكن أنا أعتبره قدوتي، اللي هو مساعد الرشيدي. والله يا فهد يشرفني. واحد صديق عزيز وشاعر كبير اللي هو فيصل يامي. فمثل هالأمسية يعني كل واحد يكون حريص أن يكون فيها. أول قصيدة هنا فيها أسميها أوبريت وطني، مقاطع للوطن. مع كل نسمة صباح أقوم ويدي ترفع بعضها كذا، وأقول ونادي الله يسعد صباحك يا السعودية، عساه والله صباح الخير يا بلادي. مع كل نسمة صباح أقوم ويدي ترفع بعضها كذا، وأقول ونادي الله يسعد صباحك يا السعودية، عساه والله صباح الخير يا بلادي. يا دروب الأرض لعناق السما، يا جداول الماء لحكاية ظما، يا الكلام اللي عجزنا نبتديه، من يقول انك كما غيث انهمى، انت لا قبلك ولا بعدك كما، علمينا كيف نلقالك شبيه يا بلدنا، وين نلقالك شبيه. في شعاع الشمس لا شق الظلام، في وميض البرق لا سال الغمام، في ابتسامة شايب صلى ونام، في المحبة في السماحة ولا في معنى السلام. يا بلدنا صعب نلقالك شبيه، وانت يلي لا ذكرنا انك بلدنا، نرتبك حب وغلا وانت لعثم في الكلام. عمار يا دار السعد، لا يا السعودية عمار، والله ما قبلك بلد.